الأمس قلت لكم عايزين ألعاب رعب أونلاين ولا لأ؟ ما شاء الله عدد كبير قالوا أيوة. فاليوم جبت لكم أفضل 5 ألعاب رعب أونلاين تلعبها مع أصحابك، ومتنساش اللايك والاشتراك. ويلا نخش على الفيديو. أول لعبة معانا هي ميميكري، لعبة رعب جماعية 8 لاعبين. واحد فيكم بيتحول لوحش والباقي لازم يهربوا ويعرفوا مين اللي في الفريق المتنكر. اللي بيميز ميميكري إنها لعبة رعب وخيانة في نفس الوقت. تلاقي صاحبك بيقنعك إنه مش الوحش، وبعد دقيقتين يتحول قدامك وينهش الفريق كله. الجرافيك خفيف، الخرائط واسعة، والأصوات مرعبة جدا. ولو هتلعبها مع أصحابك هيبقى في صريخ أكتر من اللعب نفسه. اللعبة التانية سبيكي من سيرو. انت وأصحابك بتدخلوا مبنى مهجور، وهدفكم تهربوا منه قبل ما الكائن اللي جوه يمسككم. لازم تجمعوا مفاتيح، تفتحوا أبواب، وتتحركوا بهدوء جدا، لأن الوحش بيسمع الصوت. وفي كل جيم لازم تلاقي الشخص اللي يعمل حركة غبية، يرمي حاجة على الأرض، فيقوم الوحش يجري عليكم كلكم. اللعبة مرعبة من ناحية الصوت والجو العام، وممتعة جدا مع أصحابك. اللعبة الثالثة هورور فيلد. اللعبة دي تشبه ديث باي دايلايت بس خفيفة جدا، وتشتغل على أي جهاز. 4 ناجين ضد قاتل واحد. الناجين يصلحوا المولدات ويحاولوا يهربوا، والقاتل هدفه يمسككم واحد واحد. كل شخصية ليها قدرات خاصة، وده بيخلي كل جيم مختلف. اللعبة مش مرعبة قوي، بس فيها توتر ومطاردات جامدة جدا. اللعبة الرابعة Identity V، رعب بطابع كرتوني، بس لا تنخدع، اللعبة فيها توتر أكتر من ألعاب الرعب الواقعية. الفكرة فريق ناجين ضد قاتل، كل شخصية ليها قدرات ودور محدد. الخرائط كبيرة والجيمات سريعة وفيها تنوع رهيب. المميز إنها شغالة كويس على الأجهزة الضعيفة رغم محتواها الكبير. ولو لعبتها مع أصحابك الموضوع يبقى متعة زائد ضحك زائد صراخ. آخر لعبة معانا The Ghost، مكان مظلم، مستشفى أو مدرسة مهجورة، وانت وأصحابك بتحاولوا تهربوا قبل ما الروح اللي بتطاردكم تمسك واحد فيكم. اللعبة معتمدة على الرعب النفسي، خطوات، أصوات، صمت، وتلاقي فجأة واحد من أصحابك يصرخ ويجري بدون سبب. اللعبة بسيطة خفيفة لكنها فعلا مرعبة، خصوصا مع أصحابك. ودي كانت أفضل 5 ألعاب رعب على متجر بلاي تقدر تلعبها مع أصحابك، وكلها شغالة على أي موبايل. قولي في التعليقات عايز جزء تاني، ولو عايز فيديوهات أكتر عن ألعاب رهيبة قولي وأنا جاهز. متنساش اللايك والاشتراك، ويلا نشوفكم في الفيديو الجاي.